يا ترى امتى بتحتاج خطه تسويق للبيزنس بتاعك؟ يا عم انتوا اللي عايزين تدبسوني وخلاص. في 3 مواقف بتحتاج فيهم خطه تسويق محترمه، وتكون الخطه دي طوق النجاه ليك وللبيزنس بتاعك. الموقف الاول، لو انت فاتح بيزنس جديد فانت محتاج تعرف رايح فين وهتبيع منتجك او سلعتك دي لمين وازاي. والموقف الثاني، لو البيزنس بتاعك مشي شويه ووقف مره واحده، وبمعنى اصح وقع. انت عايزنا نقول له ان هو ما بيشوفش يقوم يتعمل فيها؟ اخرس يا حمار. وفي الوقت ده برضه انت محتاج خطه تسويق تنقذ وجودك في السوق. الموقف الثالث، لو سيادتك داخل سوق جديد عليك بالمنتج بتاعك، سوق جديد، تحديات جديده، انت محتاج فعلا لخطه تسويق تنور لك الدنيا في السوق الجديد. طب اي موقف بالنسبه لنا هو الموقف الاصعب لما بنعمل خطه تسويقيه؟ الاصعب بالنسبه لنا هو انك تدخل سوق جديد لاكثر من سبب. السبب الاولاني فهم سلوك المستهلكين الجداد واحتياجهم في السوق ده، والسبب الثاني المنافسه مع لعيبه ممكن يكونوا قدام في السوق وعلى وضعهم وممكن يضايقوك جامد. طب هتقول لي اعمل خطه تسويق قويه ازاي لو انا بقدم منتج او خدمه جديده ولكن في سوق جديد عليا؟ هقول لك عيوني، اعمل لايك وشير وسيب كومنت حلو على الفيديو ده، وهتلاقي خطه عمل مبسطه تعرف منها ازاي تعمل خطه تسويق صح، والرابط بتاعها في اول كومنت.